طيب برضو عشان ندي بيراميدز حقه، قول لنا اخر تشكيل لبيراميدز يا كابتن اشرف في ماتش امام المصري اللي هو خلص طبعا 1-1. لا، هو ابتدى الماتش باحمد الشناوي والرباعي المدافعين الشيبي واسامه جلال واحمد سامي ومحمد حمدي بالظبط. وسط الملعب مهند لاشين وناصر ماهر ومصطفى زيكو وحامد حمدان ومصطفى فتحي. المهاجم محمود زلاكه. ودي غريبه قوي ان بيلعب زلاكه مهاجم وبره مايلي. لا يعني مش عارف، هو احساسي كده ان عشان حاسين ان مايلي خلاص دي اخر فتره ليه مع الفرقه فمش موجود، لكن هو مهم جدا وجوده في الملعب طبعا. وبعدين انت عندك دلوقتي من التشكيل ده يا كابتن في اتنين يعني طايرين بره. حامد حمدان ومصطفى فتحي. بالظبط. يعني احنا كنا بنتكلم على اساس ان ممكن يخش بدلهم ممكن مروان حمدي مكان زلاكه راس حرب. ومحمود زلاكه ينزل في وسط الملعب، لان هو اصلا لاعب وسط ملعب، مكان مصطفى وسط ملعب طرف يعني يمين او شمال. والتاني يعني هو في بره مثلا في عوده الفخوري. لا ممكن يلعب. لا انا والله ممكن مش عارف، انا حاسس كده ممكن يعملوها. ممكن يلعب مايلي يبقى هو الاسترايكر اللي ما كانش بيلعب الماتش اللي فات. ويقدر يلعب قطه اكيد هيلعب بكره. ممكن قطه اوكي، لانه ما لعبوش كلها. بس مش هيبتدي بمايلي من اول الماتش بتاعه. لا هيبتدي بمايلي استرايكر صريح لان هو الوحيد، وبعدين بيجي من تحته ويجي زلاكه، بيجي من تحته زيكو، بيجي من تحته ناصر ماهر. بص يا كابتن من تحته شوف اللي احنا عمالين بنقوله على فرقه نادي الزمالك، لكن فرقه بيراميدز عندهم حلول دكه قويه جدا، فرقه ثقيله. وعلى فكره برضه جدا الناس كلها بتتكلم دلوقتي او كلنا بنتكلم ان المباريات اللي جايه، المباراتين اللي جايين الزمالك اقرب للبطوله. هم ناسيين اصلا ان بيراميدز قريبه جدا، ان هي ممكن لو عملت نتيجه ايجابيه لصالحها مع الزمالك، نتيجه ايجابيه مع النادي الاهلي، هم خلاص كده ممكن طبعا لو يعني الموضوع سهل جدا. الثلاث فرق النسب بتاعتهم متساويه، بس لازم تكسب المنافس الاساسي اللي قدامك، هو ده اللي هو الاهلي وبيراميدز او الاهلي والزمالك او كابتن حلمي قول لنا بعد اذنك اخر تشكيل بقى للزمالك اللي هو كان قدام شباب بلوزداد. طبعا هو حارس المرمى مهدي سليمان، وانا شايف ان هو يعني قايم بدور كبير جدا مع هو اللي يلعب نادي الزمالك. طبعا ما فيش شك يعني. أوكي. وبعدين في بنتايك وحسام عبد المجيد ومحمد اسماعيل وعمر جابر ناحيه اليمين، وفي محمد شحاته واحمد فتوح وعبد الله السعيد. اوكي. وبعدين خوان بزيره وناصر منسي عدي الدباغ. هل هيلعب بنفس التشكيل من وجهه نظرك؟ يعني ما اعتقدش، هو ممكن هو في ادم كايد بره، في محمد ابراهيم، في شيكو بنزا، في احمد ربيع. التغيير الوحيد الشوط الثاني عبد الله السعيد ممكن ما يبداش بيه. يعني ممكن يلعب في سيف الجزيري بره كمان. ايوه، بس ناصر منسي ماشي كويس. هو يمكن الماتش اللي فات اقل ماتش شويه، لكن ماشي كويس بشكل عام يعني وبصفه عامه. ناصر منسي ماشي كويس قوي كراس حربه لنادي الزمالك وهداف الفرقه. طبعا هو يعني اعتقد مهم جدا. اعتقد ان بس يبقى ممكن التغيير في عبد الله السعيد بس في الشوط الثاني. الشوط الاول عبد الله السعيد ما يبداش ويبدا الشوط. وتلاعب مين مكانه؟ ما قلنا احمد ربيع. وجهه نظرك ليه؟ طاقه كبيره، جهد عالي، شباب اكتر، يقدر يسيطر على منطقه نص الملعب بشكل كويس دفاعيا. وبالتالي طالما ان انت امتلكت نص ملعب بشكل جيد وقدرت تحافظ على النتيجه وتامن دفاعاتك بشكل كويس، اعتقد ان انت ممكن تسجل يعني. ناصر ماهر مؤكد هيبتدي طبعا. احنا في عصر الاحتراف ما فيش كلام طبعا. لكن بما انه يعني قضى وقت مش قليل مع الزمالك، سنتين بالظبط كده، هل ممكن يتاثر ولا المساله دي مش موجوده خالص؟ هو هيطلع احسن حاجه عنده بكره. احسن حاجه طبعا والله. طبعا من جهد من اداء طبعا. وهتلاقيه بيدي دافع لزمايله في الملعب. ان هو مشي من نادي الزمالك فعايز يقول انا لعيب كبير. لا بس هو ماشي بشكل كويس. لا يعني هو مشي لا يعني هو اللي مشي. هو اللي مشي. ايوه طبعا. هو عايز يقول انا لعيب وانا مشيت وانا قوي وانا هقوي الفرقه دي. هو لعيب كويس جدا يعني. ده لما تقول على لعيب شبه متكامل هو ده. ايوه بصير كويس، شويت كويس. طب انت لو كوتش الزمالك بكره
تلاعب عليه حد يعني يعني توقفه ازاي؟ ما انا انا وجهه نظري ان مان تو مان او قريب من لعيب وانزل في الملعب عشان العب على لعيب دي بطلوها في العالم. مش موجوده. مش موجوده. يعني بواقعيه دي اتعملت كده عشان انا وشطه في زون ماركينج دلوقتي يعني ما فيهاش. هو تعمل بقى الخط والضغط والحاجات دي بقت البديل. لكن عندك اللعيبه اللي هي زي مثلا بيتكلم على زلاكا. زلاكا ده من النوع اللي بيعمل لك مشكله. اللعيبه اللي بتاخد الكره وتروح بيها بتعمل مشكله. هل الظهير مش كده؟ هل الظهير ده عنده القدره ان انا اوقفك ولا ما عنديش القدره؟ لو هو من اول كوره عدى وحس ان انت مش قده او هو اقوى منك وهو مهارته هيطول الماتش هيبقى راكبك. ودي مشكله. لازم بكره انت تعمل مش ضروري التشكيل الاسامي اللي بتفكر فيه بشكل كويس جدا الطريقه اللي هتلعب بيها المهام بالظبط. كل لاعب. ايوه كل واحد هتشتغل بيه ازاي طبعا. والطريقه اللي هتلعب بيها طالما انت منظم في الملعب ومستحوذ. سيبك بقى من كلام السيطره والاستحواذ ودي بيجيب مكسب. لا وانا بكلمك انا كمدرب يعني واحنا قاعدين كلنا مدربين. حته استحواذ وسيطره والكره لورا ورجعها ومش عارف ايه ونجمع اللعب ونشد المنافس يجي لنا نص الملعب. الكلام ده شعبي. لكن انت عايز انت بتكسب بيجيب هدف. النهارده كنا بنتفرج على ماتش كان المصري جه في اول 40 ثانيه ولا 30 ثانيه هدف من خطا قد حاجه هدف جه والمصري وانبي وقاعد يقول على فكره انبي لعيبه صغيره لكن ليهم التحيه ان الصغيرين دي مع حمزه جمل منظمين بيأدوا بشكل كويس جدا ومنظمين. الزمالك بكره عنده لعيبه كويسه جدا وبيراميدز عنده لعيبه كويس جدا. لكن بكره اللي هيفرق في المباراه المدربين فكر المدربين وتنظيم المدربين طريقه اللعب. طيب كابتن شوقي يعني بمناسبه برضه ناصر ماهر هو من يناير في بيراميدز ما شاء الله اكبر جاب 5 اهداف عمل طفره وصنع هدفين يعني ما شاء الله فايق. بكره هل صراع الاطراف يعني لو انت تبص على التشكيل قدام حضرتك يعني بيراميدز عنده الشيبي وعنده محمد حمدي. الشيبي ده زي ما انت قلت افضل طبعا احسن باك رايت. الناحيه الثانيه هيبقى الاطراف غالبا عمر جابر وبنتايج. ايوه صراع الاطراف اعتقد ده هيبقى هو مهم قوي. شايفه بكره ازاي صراع الاطراف ده؟ بص يا كابتن هو في حاجه موجوده. فريق الزمالك فرقته ثابته تشكيله ثابت. يعني احنا عمالين بنتكلم دلوقتي بنقول ممكن نشيل واحد ونحط واحد. نعم. لما بتيجي تشكيل بيراميدز تلاقي كل مباراه متنوع. يعني كل مباراه تلاقي ده دخل ده طلع ده دخل. مش كبيره قوي يعني. في حدود ده في اكتر من واحد. يعني اكتر من واحد. لكن انت مثلا احنا بنيجي نقول للزمالك مثلا ايه عدي الدباب ناصر منسي بزير دول هم خط الهجوم. بقى لهم كام ماتش بيلعبوا على كده؟ بقى لهم 4-5 ماتشات بيمشوا على كده. بس خلي بالك الزمالك برضه السكواد بتاعه ما عندوش جدا. هم دول اللي عنده لا هو عنده على الدكه مش كتير. لا بس الكواليتي مش زي بعض. لا بس الدكه هنا شوقي غير هنا. ايه سيف الجزيري يقدر يلعب. الاثنين الاجنبي الثاني احمد شريف وشيكو بنزا ممكن يلعب. ده بيلعب في منتخب بلده بس عدد الدقائق قليله جدا. لا موجودين يعني موجودين دلوقتي في الوقت الحالي بقى موجودين. الكابتن معتمد دايما بيحب الفرقه تلعب كوره. يعني ده عنده هو عنده الفرقه تلعب كوره. واخر مباراته مع بيراميدز نتائجه كلها مكسب. يعني نتائجه مع بيراميدز مكسب. اول ولايه كان مباراه لا كانت مباراه الكاس وكسب بضربات الجزاء والبطوله في الكاس. ايمن لا الكاس كان الرماد. ايمن الرماد لا بيراميدز مع كانت اول مباراه يا كابتن فعلا معتمد كسب اول مباراه ماسك في ولايه الاولى وفي الثانيه برضه تقريبا نفس يعني اقصد ان الكابتن معتمد عنده بيحب الفريق يلعب كوره. عشان كده ما جايبه لفتوح بيلعب في نص الملعب هو علشان عايز حد يلعب الفريق او ما عندوش افضل منه. ما عندوش بديل طبعا ما عندوش بديل يلعب فيه. الاطراف في الفرقتين زي ما انت حضرتك قلت عندهم ناس كويس. عندهم ناس كويس. يمكن من ناحيه بيراميدز هو عنده الجنب اليمين بالذات اللي هو الشيبي. لكن هو برضه ما هيقابله من ناحيه الشمال 3 لعيبه. يعني عدي الدباك
وهيقابلوا بنتايج وهيقابلوا طب هل عدي الدباغ اساسا مكانه شمال؟ مين؟ عدي الدباغ. ما هو كابتن ايه؟ بيلعب ناحيه الشمال. هو بيلعب ناحيه الشمال في المنتخب بس هو بيلعب ناحيه الشمال بس هو سترايكر تاني في الفريق. يعني ايه؟ في حد يقدر عايز يبدا الماتش بيلعب باثنين راس حربه، أيوة. وفي واحد بيلعب براس حربه بس بيبقى عنده واحد تاني بيخش راس حربه، عنده حريه حركه. فهو ده اللي كابتن بيعتمد ان ايه عدي اللي يدخل على كده يخش جوه. طيب كابتن حلمي ككوتش بقى كبير، ايه النقاط السلبيه من وجهه نظرك في فريق الزمالك؟ وبعدين هسال الكابتن اشرف ايه النقاط السلبيه من وجهه نظرك في فريق بيراميدز؟ النقاط السلبيه طبعا انا يعني الزمالك يستحق سكواد اعلى من كده بكتير جدا، وبالتالي البدلاء لا يصنعون الفارق بشكل كبير يعني. لا. يعني المجموعه الاساسيه اللي معتمد بيلعب بيها دول افضل الموجودين في تيم الزمالك. نعم. اما البدلاء لا يصنعوا الفارق. خلينا نقول البدلاء مثلا. انا اسف في مقاطعتك عشان الناس تبقى رابطه معانا. يعني الماتش اللي فات ادم كايد، محمد ابراهيم، شيكو بنزا، احمد ربيع، محمود حمدي الونش. بالظبط. يعني اكثرهم خبره طبعا محمود الونش، ده ممكن بيلعب في خط الظهر يعني، لكن بقيه الناس يا كابتن مدحت منتهى الامانه ما فيش حد يعمل فارق، ما فيش حد ينزل يغير النتيجه. أيوة. ودي مشكله عندنا في نادي الزمالك. طبعا يعني دي مشكله كبيره جدا، عشان كده معتمد مثبت التيم، مثبت الناس الاساسيين اللي بيبداوا المباريات دايما، وغالبا ما بيخطف جول مثلا في الشوط الاول يعني. لكن هل في حاجه سلبيه انت شايفها حابب تقول لهم خلي بالكم الحته دي او دي او كذا؟ في مساحه بتبقى بين خط الظهر وخط النص، دي مشكله كبيره جدا ممكن بيراميدز يستغلها بشكل كبير. اوكي. فانا بتمنى ان المساحه ديت ما تكونش موجوده، يبقى في على طول خط الظهر طالع مع خط النص، المسافه ما تبقاش واسعه بحيث بيراميدز يستغل هذه المنطقه في المنطقه دي ديت في منتهى الخطوره يعني. بيراميدز يعني انا مش عايزك بقى تبقى هنا تتحدث بصفه الزمالك. يعني انا اقول لهم انتوا لا مش هتقول يعني. لا انت بقى هنقول لكابتن شوقي ينصحهم بايه زي ما كابتن حلمي نصح. لكن انت من وجهه نظرك ايه النقاط السلبيه في بيراميدز؟ بص، هو عندهم مشكله كبيره. اخوان بزيرة، يعني هيوقفوا اخوان بزيرة ازاي؟ هو مين ناحيته كباك؟ محمد حمدي. لا حمدي لا. فدي مشكله هتقابلهم، اللي هو بتاع امبي اتكلمنا عليه من زمان. فدي ربنا يشفيه. دي مشكله هتقابلهم يعني، ان هم يتعاملوا معاه ازاي. هو عنده سرعات كويسه جدا والدريبل بتاعه كويس، ياخد الكره يروح للمدافع، وعنده قدره ان هو يقدر ان يعدي منه بسهوله. نعم. فدي هتبقى مشكله بالنسبه لهم، هيقدروا يوقفوها ازاي؟ لازم يتعاملوا معاها. الحاجه الثانيه، هم عندهم مشكله في قلبي الدفاع، السرعات اللي موجوده لازم يعملوا حساب، اللي هو احمد سامي واسامه جلال. هم لعيبه كويسه في الكرات العاليه، لكن الكرات اللي هي بتبقى على الارض بتبقى عندهم مشكله. فالزمالك عنده دلوقتي يعني ناصر بلغه الكوره بيقاوح في كل كوره، ما بيسيبش المدافع يلعب بحريه. فدي تسبب لهم مشكله يعني، حتى الكوره اللي مش بتاعته برضه بيعمل قاتل عليها بالظبط كده. فدي مشكله كبيره جدا. الشيبي عنده قدرات هجوميه كويسه جدا، لكن عنده في ظهره لو هو مش متامن في الوقت اللي بيطلع يعمل الواجب الهجومي بتاعه، بيبقى عنده فيه مساحه هنا. عدي الدباغ ممكن يستغل النقطه دي، فدي نقطه مهمه. دي سلبيه في طبعا عند الشيبي، لكن هو هجوميا كويس جدا، بيشتغل كويس قوي. يعني لو في مهاجم زي فيصل مايلي او مروان في منطقه ال 18، هم بيتمنوا ان الكره تبقى موجوده عند الشيبي عشان يعمل الكرات العرضيه، هو بيعملها بشكل رائع جدا. ممتاز. تنصح بقى بايه زي ما كابتن حلمي نصح الزمالك، تنصح بايه بيراميدز؟ يعني هو بيراميدز لازم يعرف ان الثلاث لعيبه المهاجمين بتوع نادي الزمالك، ايوه اللي هم زيرا وناصر منسي وعدي الدباغ، ايوه ما بيلتزموش بمراكزهم. يعني ما حدش منهم بتلاقيه طول الماتش، يعني بتلاقي زيرا طول الماتش بيلعب على اليمين. لا، ده كلهم بقوا متغيرين، في لا مركزيه في الاداء وفي اللعب. فعشان كده دي بقت هتعمل مشكله في قلب مين؟ في لعيبه القلب زي ما اشرف في دفاعات في نفس الوضع ده. يمكن الكابتن حلمي قال على جزئيه
كانت في للزمالك ان عندهم فجوه ما بين خط الظهر والوسط، مش فجوه يعني، بيبقى مساحة بعض زيادة شوية. الاوقات مكان اللي في خط وسط الملعب بيبقى فيه ايه. لا طب ما هو لما كلنا بنتفق ان ممكن الكابتن معتمد بكره يلعب محمد شحاته ويلعب احمد ربيع واحمد ربيع بقوا اتنين، متهيألي الفجوه دي مش هتبقى موجوده. يبقى لازم هتلاقي كل استغلال نادي بيراميدز لازم يستغل من الاطراف. من الأطراف يعني انت بتديهم النصح ان انتوا تستغلوا من الاطراف، لان لو كابتن لعب بنفس الكلام اللي بيتقال كده، يعني يبقى فتوح او عبد الله السعيد والاثنين هيبقوا الاثنين بيلعبوا 6 الاثنين، هيبقى المنطقه دي مقفوله يعني. فلازم تكبر، لازم يشتغل. طيب تنصح ببيراميدز مين يلعب راس حربه بكره، مايلي ولا مروان؟ لا مايلي هو لازم يبدا بكره. مايلي لا مايلي خليني اقولها، مايلي كان بيشارك حتى مع منتخب، كانوا وصلوا كاس العالم. نعم. يعني خليني اقول ده فتره قعدها في الاجنده الاخيره. فهو من الهدافين اللي موجودين. فهو هو اللي يبدا، استغلوا لاخر لحظه. كابتن فاروق، طبعا الزمالك عنده لسه كونفدراليه، عنده ماتشين، وبيطالب دلوقتي ان هو اللي هو اتحاد العاصمه طبعا ان هو ما يلعبش في وسط الماتشين ماتش دولي، لان محطوط له ماتش دولي. تحب توجه رساله ايه للرابطه وللنائب احمد دياب في المنطقه دي؟ هل انت شايف انه عادي؟ لان هو لما اتسال قال لك احنا حاطين الجدول من الاول وعارفين انه هيوصل الحته دي هيلعب. يا كابتن في فرق بين هل بنلعب دوري عايز حاجه في عشان توضح لي، عايز توضح لي حاجه؟ لا ما طب اتفضل. في فرق بين احنا بنلعب دوري على مستوى المحلي وبنلعب مباريات باسم مصر. نعم. نمره واحد مصر، يعني ده بالورقه والقلم، يعني ما فيهاش بقى اسمها جدول، مفيش كلام من ده، مفيش كلام ده، مفيش كلام من ده. ما انا بقول لك مفيش يعني كلام هو ده اللي لازم حتى اي المسؤول او عموما المسؤولين لازم يبقى ده نمره واحد. انت بتلعب باسم البلد. لما بتلعب دوري محلي ما حدش حاسس مين اللي خد الدوري مين ما خدش الدوري، لكن انت لما بتلعب باسم مصر لازم بشكل كبير جدا تكون عامل الحساب ان المباريات الدوليه اهم من المباريات المحليه. انت قصدك يا كابتن يعني ان هم يخلوا مباراه الزمالك تتاجل عشان مباراه الدوري؟ لازم مباراه، ما هيلعب، انت بتلعب نهائي. انت ما بتلعبش مباراه، ده مباراه ذهاب وعوده، انت رايح مباراه نهائيه باسم البلد. صحيح. فلازم انت بتكلم بصراحه، حصلت قبل كده، هي مش عمليه بقى، مش لا عمليه. بس الكابتن شوقي بعت لي دلوقتي قال لي ما فيش مباريات من يوم 9 ليوم 16. ما فيش من يوم 9 ليوم 16 من يوم 9 ل 16 ما فيهاش ماتشات في الدوري خالص. طيب لو ما فيش ماتشات خلاص يعني كان في مباراه لنادي الزمالك يوم 15. طيب يوم 15 دوري 15 في الدوري ويلعب، والماتش بتاع افريقيا يوم 16. لا طبعا ده مستحيل، ده مستحيل. بس ادي الماتش اللي كان محطوط يوم 15. ده مش مظبوط يعني كده محلوله. طيب عشان انا كنت سمعت الكابتن ثروت كان بيتكلم ولسه بيقولوا اصل محطوطه وبتاع، ده كان سؤالي قبل ما انت تصحح لي المعلومه. انا بشكرك عليه. الاهلي بكره لك يا زمن الاهلي بكره هيهتم بالمباراه دي زي اهتمام الزملكاويه والبيراميدزيه؟ اللعيبه يا كابتن ما تهتمش، اللي بيهتم عشان يشوف الفرقه اللي هيلاعبها بعد اسبوع بعد 5 ايام، المدرب الجهاز الفني هو اللي بيقعد يتفرج. اللعيبه بيروح النتيجه برضه اللعيبه بتسمعها، لكن المدير الفني هو اللي بيتحاسب عليها. يعني نادي الزمالك بكره، انا هتكلم نقطه مهمه جدا اتكلمنا بقى عشان نادي الزمالك بكره يبقى موفق ويؤدي بشكل كويس، لازم اللعيبه تتحمل مسؤوليه من بدايه المباراه. واكيد متحملين. لا يا كابتن، في فرق بين ان انا ابقى خايف من المباراه وعاتل ان المباراه دي بالنسبه لي مباراه، يعني لو انا ما كسبتش يبقى الدوري راح، لا ده الكلام ده مش مظبوط. بس مهمه. طيب خليني اخد بقى في كلمه واحده عشان الوقت خلص. كام بكره؟ كام؟ ايوه عشان مسجلين. 1-0 الزمالك. كوتش 1-0 الزمالك. مين يجيب الجول؟ اخوان بزير. ناصر منسي. انا يا رب الزمالك يكسب بكره. كام؟ انا بقول يا رب، مش عارف كام بس يا رب الزمالك. النتيجه بتبقى بقى مش بتاعتنا. يمكن دول يا كابتن بيشايشين الغيب يا كابتن. طيب خلاص. كام شوقي؟ كام؟ هيتعادلوا بكره. كام؟ 2-2. ماشي. ده كابتن شوقي. لا كابتن شوقي، كابتن فاروق، كابتن حلو عشان بيصوتوا لي. كابتن اشرف شرفت ونورت. ربنا يخليك. غدا ان شاء الله نتمنى مباراه حلوه باذن الله، التوفيق من عند المولى سبحانه وتعالى. اشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.